عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم الزينات؟ إن شاء الله تكونوا كان بخير وصحتكم لاباس. ما تنساوش تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا والعود أحمد، اليوم جاتكم بقوة إن شاء الله. على بالي طولت لكم، يعني مشي نشارك معكم الوصفات. اليوم جيت وما جيتش يديا فارغين، جبت لكم وصفة كاطو بوسو ولا تموسو، وصفة اقتصادية وراح تخرج لك كمية ما شاء الله تاكلي وتوكلي حتى جيرانك. صدقوني هذه الحلوى نتاع الكاطو بوسو ولا تموسو من اروع الحلويات اللي نبغيهم انا. يعني كان يكونوا مش حاضره هذه الوصفه، يعني فاطر الصباح وفاطر المساء مش راح نشرب كامل القهوه. صدقوني يجي بزاف بنين. نخليكم تتابعوا لي الفيديو من اول حتى نتالي، فرجه ممتعه للجميع. هنا في غيسيبيو راح نضيف 4 ملاعق نتاع زبدة تكون طرية. نضيف سكر كلاصي الزرلقة، هذا أحسن النوعية، لازم نستعمل النوعية الجيدة. ملاعق نتاع السكر. وراح نضيف ثانيك 4 ملاعق ونصف نتاع الجلجلان، لازم يكون محمص. لازم نضيفو الجلجلان في الوصفة تاع كاطو بوس ولا تموسو، لأنه يحطلو بنة ولا أروع. ضفت ثانيك القشور نتاع الليمون اللي حيزيدلو بنة للكاطو. وبلا ما تنساو ثانيك الفاني، فملعقة صغيرة نتاع الفاني راح نضيف عليها 2 حبات نتاع البيض، وراح نخلط كلش بالفوي. وراح نضيف ثانيك 4 ملاعق نتاع المايزينا، ولازم تكون مغربلة. وهنا راح نضيف نص ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، ونبدأ نخلط مليح، ونضيف الفارنة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طري. هنا هذا القوام اللي نتحصلوا عليه راح نغطيه ونخليه في إناء. العمل كنت شكلت العجينة حربوش وقطعتها على شكل مقروط من غير طا كما يقولوا. من بعد حطيتهم في صينية ودخلتهم للفرن حتى يطيبوا لي من تحت، ياخذوا لون ذهبي، نحمرهم من فوق ولازم نخليهم حتى يبردوا. كنت حطيت سكر كلاصي الزلاقة، هذا أحسن النوعية، عجبني بزاف، ننصحكم به. وهنايا كنت في هذاك الإناء كنت ضفت ماء الزهر، وضفت ملعقة كبيرة نتاع سكر نتاع الكاطو بوس ولا تموسو، نغطسهم في هذاك الماء الزهر والسكر كلاصي اللي كنت درت هذاك الخليط. على كاطو بوس ولا تموسو حرش عليه سكر كلاصي من فوق. عملت كاطو بوس ولا تموسو كنت حطيته في الكيسات، وراح نحطهم في الصحن تاع تقديم. شوفوا هنايا شكل كاطو ولا أروع. صدقوني أنا من عشاق الكاطو نتاع الليمون، كاطو بوسو ولا تموسو من أروع الحلويات اللي يعجبوني. وكنت استعملت نوعية السكر، لازم تختاروا النوعية الجيدة. أنا استعملت سكر كلاصي الزلاقة، هذا أحسن نوعية ليخدموا في الطلبيات، ننصحكم بهذا السكر. راح نطاقيكم الباجة اللي كنت شريت من عندها، راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف هكذاك باش تتواصلوا معه. معكم حبة باش تشوفوه كيفاش داير من الداخل. صدقوني يجي ذوب في اليد أقبل الفم، بوصفة بزاف سهلة. أي مبتدئة ما تعرفش كيفاش تحضر كاطو بوسو ولا تموسو، هذه الوصفة خصيصا ليكم. اللي حابين يبداو طلبية ننصحكم بهذه الوصفة، ما كانش اللي ذوقها عندك وما يطلبش منك الوصفة. هنايا كنت زدت قسمت معكم الحبة الثانية، صدقوني يجي خفيف ويجي ذوب ذوبان. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالجام والاشتراك والكومنتير، وبارطاجوا لي هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.